المبكبكة الليبية. قبل ما تزعلوا مني وتقولوا لي ليه ما قلتي إنها ليبية، كل شخص يدير فيها بطريقته الخاصة، وهذه طريقتي أنا. المهم النتيجة واحدة وتهبل. المبكبكة تعتبر من ألذ الوصفات الباستا وأسهلهم على فكرة. زعما ليش سموها مبكبكة؟ السؤال ديما محيرني. في طنجرة سخونة زيت زيتون، فكوكم من الزيت المصنع يلي كله سموم، نص ملعقة حلبة، بصل وتوم ونقلوهم في الزيت شوية، ملعقتين طماطم معجون أو حسب الطنجرة، فلفل أخضر، ملح، فلفل أحمر وكركم، فلفل أسود عشان يتفاعل مع الكركم ويعطينا فوائد أكتر، 7 بهارات أو بهارات مشكلة، لحم أو دجاج أو حتى سمك عادي كيف ما تبوا. نضيفوا شوية مية ونخلوها تغلي شوية، ونضيفوا باقي المية لين تغطي اللحم، نغطوها لين يطيب اللحم. بعد ما طاب اللحم نحطوا أي نوع مكرونة انتم تحبوا، ونزيدوا فلفل أخضر ونخلوها تطيب على حسب رغبتكم. أنا ما نحبش نطيبها هلبة، يعني الدانتي. وتوا من بيجاوبني على السؤال اللي محيرني، ليش سموها مبكبكة؟